رحلتي مع النكش كانت طويلة وشاقة. من يسمع عن نكش حنة يظن أن الأمر سهل، ولكن بالعكس، فهو مليء بالمغامرات والمواقف الجميلة والمحرجة والفرح والحزن والذكريات الجميلة. مرت أيام طويلة وأنا أتعلم وأتدرب على فن النكش. كانت أيام صعبة، ولكني كنت أعلم أني أسير على الطريق الصحيح. فمجال النكش هو مجال جميل وممتع، ولكنه يتطلب كثيرا من الجهد والصبر. لم يكن اختياري لفن النكش اختيارا شخصيا، فقد كانت الأحوال هي التي دفعتني إليه، ولكني سريعا ما أحببت هذا الفن وصرت جزءا منه. رحلتي مع النكش كانت رحلة مليئة بالتحديات، ولكني قدمت بالتغلب عليها بفضل دعم أهلي وصديقاتي ورغبتي الشديدة في النجاح. اليوم يا صديقاتي أحكي كم كان عمري عندما تعلمت النكشة. كان عمري 13 أو 14 سنة، لا أذكر. المهم بدأت أتعلم النكشة وأنقش في الورق ويدي، وأتعلم رسم الورود والزخارف من الصور. كنت مفلسة، ولا معي ريال، معي مصروفي وكسوتي في العيد فقط. وأنا من النوع الذي يحب أن يدلع نفسه، أريد أن أشتري ما يعجبني ولا أحرم نفسي من شيء. وقررت أن أتعلم النكشة، وكانت أمي أول من شجعني ودعمني. كانت تشتري لي الفرش والخضابة. بدأت أنقش البنات الصغار وردات وزخارف بسيطة، وكان يعجبهن. كانت أمي تشتري لي خضابا أصليا وتقول لي: لازم الاتقان في العمل ونفعل ما يرضي الله، حرام ننقشهن بنكش خارب أو يحرقهن. لذلك كنت أجرب الخضاب قبل أن أنقش به. وهكذا بدأت رحلتي في النكش والحنة. هل كنت أحب النكش؟ لم أكن أحبه في البداية، فقد كان يشعرني بالتحدي، وكنت أتوتر عندما أستقبل زبونات، وكان الهم كبيرا على قلبي لأنني كنت بطيئة في النكش، ولم أكن أحفظ زخارف وورودا كثيرة حتى أتمكن من النكش وأنا واثقة من نفسي. كنت كسولة، لكنني قررت أن أطور من نفسي وألا أترك هذا المجال الذي أحبه. فدخلت الإنترنت وبحثت عن تعليم النكش، ووجدت دورات عبر الواتساب، ودرست دورة بعد دورة، وتطور نكشي، وأصبحت أرسم زخارف وورود أكثر تعقدا وجمالا، وأحببت الزبونات بشغلي، وكنت أشعر بالسعادة عندما تحاسبنا الزبونة حتى تعبي وهي راضية عن شغلي، وبدأت أشعر بالإنجاز، فقد حققت هدفي في أن أكون منكشة محترفة.